القشطوطة وجمالها. النهاردة هنعمل مع بعض القشطوطة، حاجة كده جميلة جدا، وبنصرف عليها فلوس قد كده، وبنقف طوابير عشان ناخد علبة زي دي. احنا النهاردة هنعملها في البيت من غير لا زحمة ولا فلوس ولا مصاريف، وهيبقى نفس الطعم بالظبط. سهلة جدا وبسيطة، مش محتاجة منك غير ان انت تكون عندك اي نوع كيك انت بتحبيه. ولو ما عندكيش كيك ممكن تشتري اي نوع كيك جاهز، ولكن ده كيك الشاي اللي انا عاملاه في البيت. واهم حاجه عندي يكون خفيف وهش عشان يتشرب كميه اللبن السخن اللي هضيف عليه. انا عندي كوبايه لبن سخنه هنا محليه بمعلقتين سكر، وهضيفها على الكيك زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه الكيك عندي يبقى شارب اللبن، ويبقى متغرق كميه اللبن دي كده، ومتنغنغ فيها، عاوزاه يبقى دايب في اللبن. وده مهم جدا عشان تدينا الطعم اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. هسيبها تهدى مع بعض كده شويه، والكيك يتشرب اللبن ويتخف السخونه حبه. في الوقت ده هكون عامله كريم شانتيه عندي، وضرباه بكوبايه من اللبن الساقع ومعلقتين من السكر البودره، وهنزلهم على وش الكيك كده زي ما انتم شايفين. وطبعا ده بتشتريه من اي سوبر ماركت وبتعمليه في البيت، سهل جدا وبسيط. هبدأ إن أنا أساوي بس الكريم شانتيه كده على الوش علشان يبقى شكله حلو وجميل، وكمان هزود كريم الشانتيه علشان يبقى طعمها خطير. التزيين بقى ده بتاعك، ليك الحرية تزيني زي ما انت عاوزة. أنا حطيت هنا صوص الكراميل، وده يعني موجود وممكن نعمله في البيت، وهو برضو عندي على القناة عندي، ممكن تشوفيه. وصوص الشوكولاتة برضو جميل قوي، والاتنين مع بعض بيدوا طعم خطير. وصوص الكراميل وصوص الشوكولاتة أنا عاملاهم عندي على القناة، ممكن تفتحيها وتشوفيها، سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها في البيت. خلاص كده هحطها في التلاجة كده لمدة ساعة تتماسك، ويبدأ إن هي تبقى حلوة كده وسقعة وطعمها خطير. وبعد ما تطلعيها من التلاجة أقولك إيه، هتزعلي قوي على كل قرش دفعتيه فيها لما كنت بتشتريها من المحلات من بره. قد إيه جميلة وخطيرة وناعمة، وطعمها ما يتشبعش منه. يعني انت لو مسكت الطبق ده مش هتحسي ان انت خلصتيه في ثواني، من كتر ما هي ناعمة جدا وما فيهاش اي صعوبة